السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عايز اطول عليكم. الفيديو دوت ان شاء الله باذن الله هنتعلم مع بعض شوية اوامر بسيطة جدا كده في كالي لينكس، وكل الاوامر اللي احنا هنطبقها مع بعض والفيديو اللي جاي هتلاقيني سايبها لك تحت في الديسكريبشن علشان خاطر ما نطولش كتير ونتوه من بعض. تطبق معايا بعد كده تخش تراجع عليهم من الملف اللي انت هتلاقيني سايبه لك تحت في الديسكريبشن. فانت كده مش ناقصك اي حاجة. عندك اي استفسار هتلاقيني سايب لك لينك الانستا تحت، تقدر تبعت لي عليه. ما عندكش كده تاني اي حاجة. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان طبعا. فرصة بقى ان احنا نمشي مع بعض في الكورس دوت ونخلصه كده في شهر رمضان. يلا بينا نبدأ بس كده بأول حاجة. احنا كنا واقفين ان احنا اصلا ثبتنا لينكس، يعني الحمد لله انتهينا من الموضوع دوت. عايزين نتأكد بقى ان الانترنت واصل من كالي لينكس لويندوز، لان هما الاتنين يعني لينكس عندك هوائي موجود على فيجوال بوكس، وعندك نظام الويندوز. فهنجيب الاي بي اللي موجود على كالي لينكس دلوقتي ونحطه عندنا في الكوماند لاين على لينكس. لو طلع لنا نفس الاي بي هنعرف ان كده الاتنين متصلين بنفس شبكة النت اللي هي عندك اللي انت المفروض دخلت بيها. يبقى احنا كده تمام والنظام وصل له النت، ونقدر نخش ونبدأ نشغل الادوات مع بعض. تمام يا عم، وهنعمله مع بعض تحديث. فعايزك تركز معايا كده في اول كام خطوة، بعد كده هتلاقي الباقي كله عبط يعني. ماشي، فيلا بينا نبدأ كده. ندوس هنا ماشي. هيحمل معانا اهوت. هنفتح مع بعض كالي لينكس اهوت. هندوس ستارت ويا مسهل الحال بقى. كلمة المرور بتاعتنا يا شباب هي كالي، عشان خاطر بس محدش يتلخبط معايا. كلمة المرور هي كالي. فهنخش اهوت هنكتب كلمة المرور مع بعض زي ما قلنا. كلمة المرور هي كالي، فكتبت كالي وبرضو كتبت كالي. ماشي كده بقى فتح معايا لينكس زي الفل، مش محتاجين منه حاجة تاني. عشان خاطر بقى نفتح مع بعض التيرمينال ونبدأ ننفذ الأوامر. لو انت أول مرة تتعامل معاه فهتدوس عندك على كنترول الت تي، كنترول الت تي. فالموضوع بسيط جدا يعني ومش هياخد معاك حاجة. كده احنا فتحنا مع بعض اهوت التيرمينال. نقدر نصغرها من هنا يعني اهو. موضوع بسيط. بص معايا بقى كده واحنا في قلب اللينكس. هتقوم دايس معايا على كنترول الت تي علشان خاطر تعرض الكوماند لاين. تمام. تيجي لي بقى هنا بقى وتكتب لي اي بي اي. تكتب اي بي اي ماشي، وتضغط انتر. زي ما انت شايف كده الموضوع الجميل اللي ظهر لنا دوت. هتلاقي الاي بي اهو ماشي. انا عملت لك زوم عليها اهو، شايفه تمام. هتقوم واخده كده كوبي. تمام. تقوم بعد كده جاي عندك كده اهو على الويندوز. موضوع بسيط. وتقوم باحث بقى عندك على الكوماند لاين. لا سوري، لا مؤاخذة انا مش مغير عندي اللغة، معلش. هتخش عندك على الكوماند لاين. تمام. كوماند لاين تمام. خش كده مع بعض على الكوماند لاين. دخلنا على الكوماند لاين ونكتب بي اي ان جي، ونقوم لازقين عاملين لزق ليه عنوان الاي بي اللي احنا جبناه. فهنخش نكتب بي اي ان جي ونشوف. تمام. انا بشرح لك بطريقه بلدي خالص يعني. ماشي، وادي عنوان الاي بي ونقوم ضاغطين انتر. وزي ما انت شفت يا سيدي، اول ما انا كتبت العنوان بصيت لقيته مطلع لي بالظبط نفس عنوان الاي بي قدام عينك. مفيش فرق. انا عملت حاجه من عندي؟ ما عملتش حاجه من عندي. الموضوع بسيط جدا يا ابني. فكده احنا اتاكدنا من اتصال الشبكات. طبعا لو ما ظهرلكش نفس الرقم فانت كده في حته تانية. فيا ريت تعيد بقى الفيديو اللي فات تاني علشان خاطر تتاكد ان انت كده شغال معايا صح. تمام.
نبدأ بقى كده مع بعض في الأوامر بتاعتنا. احنا عايزين ايه من الأوامر؟ احنا هناخد مع بعض كده أمرين 3 4، يعني مش هناخد كتير، ماشي؟ علشان خاطر انا عارف ان انت بالنسبة لك واجهة جديدة ومعرفش ايه، فانا هسيبك تتعرف شوية على النظام، ماشي؟ فممكن نقفل كده الكوماند لاين. لو ضغطت عندك مثلا على كده مع بعض كده وضغطنا هنا، تضغط عادي علامة الويندوز ديت يا سيدي. كل الادوات اللي عندك اهيت في كالي لينكس. طبعا كل الادوات ديت لسه احنا لسه يعني مش هينفع تاخد منها اي حاجه دلوقتي، لان علشان خاطر تفتح فيها اي حاجه لازم تكون عندك معرفه بالشبكات. ويعني انت المفروض يكون عندك معرفه بقصه تانية خالص لسه احنا ما خدناهاش اصلا يعني. او لو انت اصلا جاي تتعلم لينكس اصلا بقى، اهم حاجه عندي تكون دارس شبكات تقدر تخش. بس طبعا كل اداه منهم عايزه شرح، وان شاء الله باذن الله يعني هنبقى نشرح الادوات دي بالتفصيل. طبعا في ادوات مهمه جدا طبعا، من اهمهم الاداه بتاعتنا ديت. ففي ادوات كتير جدا، وعندنا ادوات كتير جدا للشبكات. عندك من اهمهم الاداه اللي هي بتاعت اداه نامب، هتلاقيها برضو موجودة. ففي ادوات خطيرة جدا بصراحة. احنا طبعا هنجرب كل الادوات ديت مع بعض واحنا ماشيين في السكة. طب خلينا بقى نفتح تاني كده الكوماند لاين، كنترول الت تي. تمام. عندنا امر اسمه سودو. طبعا اظن ان انتوا كلكم سمعتوا عن سودو دوت. ايه هو الامر سودو دوت بيدي صلاحيات او بيدي نتائج ان احنا نعمل طبعا الحاجة اللي بعد كده. يعني بمجرد ما انت تكتب الامر سودو بيكون في صلاحيات، او زي ما بنقول كده الروت، ان احنا اللي هو ايه دخل لنا بقى الامر اللي بعد كده. مثلا عايزين نعمل سودو ابجريد، نعمل تحديث تاني، فهو بيدينا صلاحيات. اللي هو زي ما انت مثلا كده مثلا عندك في البرمجه اللي دارس برمجه، في اوامر معينه المفروض انت تكتبها قبل ما تكتب كده. لو انت نسيت الحرف دوت يقوم الكود مديك ايرور في الاخر. اهو دوت برضو نفس كده، لازم تقوم بادئ بكلمه سودو. طبعا مش في كل حاجه يعني، وديت هنبقى نشرحها برضو بالتفصيل قدام دوت. لو انت عايز تعمل تحديث في اوامر كتير جدا طبعا هتتكتب يعني من غير سودو، وسودو مش شرط اساسي تتكتب في الاول. بس احنا دلوقتي كده هنجرب سودو دلوقتي في ان احنا نحمل تحديث للنظام. خلينا طيب دلوقتي كده نعمل سودو ابديت. يعني ايه طيب سودو ابديت؟ خلينا نكتب ونشوف. هنكتب مع بعض امر سودو زي ما انت شايف كده. وانت بتكتب مع بعض الامر سودو، لو لقيته قام كاتب لك كده حرفين في الاخر، تعرف ان دوت اخر امر انت كتبته. فعادي جدا ما تقلقش منها حته الحرفين ديت، دوت بيكون معناها دوت يعني اخر امر انت كتبته، فما فيهاش مشكله خالص. فكتبنا مع بعض امر سودو، فهتكتب بعد كده abt وفاصله، وهنكتب مع بعض هي اتكتبت لي قدامي يعني عشان خاطر انا كنت كاتبها قبل كده جي جي. بعد كده نكتب مع بعض اب ديت. بعد كده طبعا نكتب مع بعض اب ديت عشان خاطر نعمل التحديث بتاعنا، ونقوم دايسين انتر. طبعا انا عشان خاطر محدث انا عندي، فانت اول ما تكتب كلمة سودو ابديت. طيب لو انا بقى عايز امسح كل حاجة عندي موجودة في قلب التيرمينال، برضو نفس موضوع البرمجة، فهنخش على طول كده ونقوم كاتبين كلمة كلير عشان خاطر يمسح لي كل حاجة، وندوس انتر فمسح لي كل حاجة كده زي ما انت شايف. انا ما عملتش بالعصا السحرية ولا حاجة، ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. انت مستغرب، انت بتقولي انت مالك، انت لسعت ولا ايه؟ اقول لك لا ما تخافش. الفيديو دوت الجزء التاني منه، يعني الجزء دوت اتصور بعديها يعني بمدة بحوالي 7-8 ايام، او كان سبب ظروف كده. بس الحمد لله هو ادينا بنصور، وان شاء الله باذن الله نلحق نخلص مع بعض شوية اساسيات قبل ما شهر رمضان يخلص. فهتلاقيني سايب لك الملف تحت زي ما قلت لك. يعني انا اصلا لما قلت لك ساعتها سايب لك الملف تحت، فانا ما كنتش جهزته. فدلوقتي الحمد لله جهزته بفضل الله، وهتلاقيه تحت عندك بالمنظر اللي انا هوريه لك دلوقتي دوت الملف اللي انت هتلاقيه تحت. تقدر تخش تحمله من عندك عادي جدا، مش هتخسر اي حاجة. وهتلاقي فيه زي ما انت شايف كده كل الاوامر موجودة. تمام يا معلم؟ تمام. يلا بينا نخش نطبق. يلا بينا يلا بينا. وما تخافش، انا هاخدك مكان ما انت ما كنت واقف في المره اللي فاتت. يعني احنا مش هنعمل حاجه جديده اصلا، ماشي؟ يلا بينا. طيب ماشي، زي ما انت شايف كده ادينا واقفين مكاننا. ما رضيتش اخرج لك من حاجه اهوت ولا اعمل لك حاجه. عايز تكبر التيرمينال علشان خاطر حضرتك تكون شايف يعني، ما تتلخفنش معايا، فكبرها عادي جدا. طيب احنا عايزين نعمل ايه دلوقتي؟ او هو يعني انا مش عارف برضو. احنا وقفنا ان هو عند تحديث النظام. اتعرفنا عن امر بسيط كده انا لسه فاكره يعني.
اللي هو كان سودو ابديت، اللي هو ان انت بتعمل تحديث للجهاز. ماشي، فخلينا بقى نعرف يعني انا دلوقتي عايز اعرف انا واقف دلوقتي فين. هل انا دلوقتي كده واقف في الهوم المنزل، ولا انا واقف على الديسك توب، ولا انا جوه الفيديوهات، ولا انا فين بالظبط؟ ماشي، فخلينا نعرف. علشان خاطر اعرف المسار اللي انا واقف فيه بعرفه من امر اسمه BWG، ودوت امر بسيط جدا يعني، بتقوم كاتبه عندك في التيرمينال وبتلاقيه اتنفذ BWG، وبندوس انتر. فقال لي ان انا واقف في كالي لينكس. قال لي انت واقف في المنزل بتاعك اهوت هوم كالي. فقال لي انت عايز تروح فين تاني؟ قلت له لا خلاص ماشي، انا في الهوم كالي تمام. دوت برضو كده كان امر بسيط، اظن مش محتاج شرح يعني اكتر من كده. طيب لو انا بقى عايز اتنقل ما بين المجلدات، يعني انا عايز اخش مجلد هنا او مجلد هنا، او عايز اخش اي حتة كده وابعد شوية بقى عن الحتة اللي انا فيها. ماشي، هقول لك هنا بتكتب CG وبعد كده تكتب اي حتة انت عايز تخشها. عايز تخش على الصور، عايز تخش على الفيديوهات، عايز تخش على الموسيقى، عايز تخش على اي امر معين. فانا وليكن هكتب له CG واخش على الديسك توب. امر بسيط جدا. طيب يا جماعة، احنا دلوقتي كده موجودين فين؟ موجودين في الهوم بتاعنا اللي هو المنزل بتاعنا. حاجة بسيطة جدا يعني ومش محتاجة. طيب انا عايز اعرف بقى التفاصيل. يعني انا دخلت مجلد وعايزه يعرض لي التفاصيل بتاعته، فبتعرض التفاصيل برضو من امر بسيط اسمه IS. دوت بيعرض لك تفاصيل المجلد اللي انت فيه. طيب انا دلوقتي كتبت له CG هوم وقال لي ان انت دلوقتي يا باشا موجود في الهوم. قلت له طب انا عايز اعرض بقى التفاصيل يا عم، انا مش عاجبني ان انا في الهوم كده وخلاص. فقلت له عايزك تعرض لي التفاصيل. وهوت قلت له عايزك تعرض لي التفاصيل. قال لي يا عم اعرض لك التفاصيل فين؟ طيب انت واقف دلوقتي يا سيدي في كالي، يعني هنروح فين تاني؟ يعني احنا واقفين في كالي والله. قلت له خلاص ماشي. طب انا عايز اعرف التفاصيل بعمق. انا واحد يا عم ما عنديش دم وعايز اعرف التفاصيل بعمق. بتكتب برضو بنفس الامر وتزود عليه شرطة وتزود عليه حرف ال. بسيط جدا بسيط جدا. خلينا نشوف IS برضو وتقوم كاتب دي. وزي ما انت شفت كده يعني سوري ديت كانت غلطات مني. انا كتبت له برضو زي ما انت شايف الامر دوت اللي هو LS شرطة ال بس. ماشي، فجاب لي برضو التفاصيل اهوت زي ما انا قلت لك. قال لي انت موجود في هالي، قال لي انت موجود في كالي، قال لي انت موجود في كالي، وجاب لي كمان شوية التفاصيل اللي احنا شايفينها ديت. تمام تمام. طيب قبل ما نختم الحلقة بتاعتنا ديت عايزين نختم بحاجة بسيطة. يعني انا عارف ان هي هتكون حاجة بسيطة جدا ماشي، وهو امر اخير. وان شاء الله باذن الله الفيديوهات الجايه نعرف ازاي مع بعض ان احنا ننشئ ملفات ونمسح ملفات وكل الكلام دوت. لو انا عايز انزل اي حاجه يعني بامر واحد بس هخليك تنزل كل اللي انت عايزه. تكتب الامر وتكتب بعديها الحاجه اللي انت عايز تنزلها، وبارك الله فيما رزق، ونقوم منزلين الحاجه. تمام يا معلم؟ تمام. ايه هو الامر اللي انا دلوقتي بكتبه؟ ويقوم كاتب لي بكتب سودو APT برضك انستول، وبكتب بقى بعد كده اسم الحاجه اللي انا عايز انزلها. شوف انت نفسك في ايه. عايزين ننزل بقى اي لغه برمجه مثلا، وليكن هنزل لغه جافا سكريبت، هنزل لغه بايثون، C++، اي لغه برمجه عايزين ننزلها، او اي برنامج، او اي حاجه. فخلينا نكتب مع بعض كلمه سودو apt install. سودو apt، وهو كتب لي انستول. تمام. فسودو apt انستول. وانا عشان خاطر اخر مره كنت منزل بايثون فقام كاتب لي كلمه بايثون. فانت بمجرد ما بتكتب الامر دوت وتقوم كاتب بعد كده بايثون، فهتلاقيه على طول قام منزل لي بايثون 3. طبعا انا علشان خاطر منزلها عندي، ممكن انت تقوم مغير كلمه بايثون ديت كده وتنزل اي حاجه انت عايزها لو انت مش عاجبك البايثون، وبتدوس انتر وبينزل لك كل حاجه. فبيطلب منك الباسورد لان طبعا عايز يتاكد ان انت صاحب الجهاز. وهبقى اقول لك برضو ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي لو انت عايز تغير الباسورد ومش عاجبك كالي. يعني كل دي حاجات بسيطه، احنا لسه ما دخلناش في اوامر تقيله. فالباسورد كالي. تمام، يلا بينا. قال لي ان هي عايز تنزلها ولا عايز تمسحها. يعني قال لي هي موجوده عندك بالفعل او هي نزلت بالفعل، يعني لان انا كنت عامل لها تنزيل قبل كده.
وبس كده. يعني انا عايزك تقف معايا كده مكان ما احنا واقفين. الملف اللي انا سايبه لك تحت في الديسكريبشن هتلاقي فيه حاجات انت ما سمعتهاش وانا ما قلتهاش في الفيديو، ان شاء الله باذن الله هنكملها الفيديو الجاي. وهقوم منزل لك ليها ملف كمان هيكون فيه بقى بعد كده اوامر اتقل من كده شويه، لحد ما ان شاء الله باذن الله مع بعض نبقى نعمل لكم كورس شبكات خفيف كده نتعلم فيه الاساسيات، عشان خاطر لو عايزين نشرح اي اداه نشرحها عادي، وكل حاجه ان شاء الله باذن الله هتلاقيها بسيطه. وبس كده. طبعا لو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تشيره كده وتقوم بالواجب معايا. وكل سنه وانتم طيبين وسلام.